السلام عليكم. اسبانيا بتفوز على منتخب السعودية باربع اهداف مقابل لا شيء، بمباراة من طرف واحد من اسبانيا هي اللي استحوذت طول المباراة. السعودية ما جاتش. السعودية جت كرة او كورتين يعني، وكورتين ميتين اصلا ما كانش فيهم حاجة. اسبانيا هي ماسكة الماتش كله. عملت هجمات كتير يعني، حتى شايطة على المرمى 22 تسديدة، الاستحواذ 67%. هي اللي عاملة كل حاجة. السعودية ما جاتش النهاردة. السعودية بتخسر برباعية، والحمد لله كان ممكن يخش أكتر من كده، بس الحمد لله إن هم أربعة بس. كان ممكن يبقى فضيحة زي ماتش قطر أو ماتش السويد لما لما تونس خسرت خمسة. فالحمد لله إن الماتش خلص أربعة بس. جاب الهدف الأول لامين يامال في الدقيقة 11، والجون التاني مايكل أوزبالا نجم نادي ريال سوسيداد والمهاجم، هو اللي خد نجم المباراة النهاردة. جايب هدفين، هدف في الدقيقة 21 وهدف في الدقيقة 24، وكان عمل اسيست يمين يمان. وبعد كده حسان تنبكتي في الدقيقة 49 أول ما الشوط التاني بيجيب جون في نفسه. الكورة أصلا كانت اتحسبت الأول لكوريا، بعد كده اتحسبت لحسين تنبكتي. وفران توريس كان جاب جون خامس في الدقيقة 90، ولكن اتحسب اوفسايد. لغاية دلوقتي ترتيب المجموعة اسبانيا 4 نقط، وكاب فيردي نقطة، والسعودية نقطة. كاب فيردي نقطة، والجوي نقطة، والسعودية نقطة. لسه هنشوف ماتش أورجواي وكاب فيردي اللي هيتلعب إن شاء الله الساعة 1 صباحا. هنشوف ايه اللي هيحصل في الماتش ده، وإن شاء الله نشوف بقى ايه اللي في المجموعة. ولو السعودية لازم تكسب كاب فيردي نتيجة 2-0 3-0 عشان تصعد، أو عشان تبقى موجودة في دور ال 32. لازم تكسب كده كده بأي نتيجة كاب فيردي. فهنشوف بقى ايه اللي هيحصل. يلا سلام.